إخوان، أني لازم يعني أقول لكم على الأخبار. اليوم قانون التجنيد الإلزامي أكو بيه يعني ظهرت التفاصيل اللي هي تم بيع الشباب العراقي. أولاً راح يتم صرف يعني بدل تنطي فلوس على مود أنت تبقى بالبيت. تقريباً هاي إيش قد عندك 3 ملايين لأن مشمولين الموظفين. 3 ملايين. الموظفين راح ينطون فلوس، هاي راح مليون، وبعض العوائل راح تنطي فلوس، هاي راح تقريبا أكثر من نص مليون. راح يبقى 1,000,001. راح يبقى 1,000,001 يروحون للعسكرية. هؤلاء 1,000,001 احنا كنا نعرف التجمعات مال الحشد ومال الجيش ومال الطبابة مال الجيش ومال الشرطة قاعدة تنقصف من خلال الطيران الإسرائيلي الأمريكي. الولد راح يجمعوهم بالصحراء، وراح يتم استهدافهم من قبل الطيران الصهيوني الأمريكي. شو وقت راح يتم استهدافهم؟ راح يتم استهدافهم في وقت مشابه لهذا الوقت، انتخابات لرئيس الوزراء. وهذا الرئيس الوزراء راح يكون الحكومة مالته انتقالية، تنتقل بين رئيس ورئيس. شلون هسه السوداني هو حكومة انتقالية، يعني هسه أي شي يصير بالبلد هو مو من ضمن واجباته، حتى لو يحتلونه هو ذاك الوقت يسوي، يعني حتى لو يدين مو من ضمن واجباته يدين. فما حصل للجيش حتى إدانة ماكو، هاي لما انقصف الجيش والطبابة ووقعوا كوما شهداء. والحشد ماكو أي إدانة. ليش؟ لأن هو حكومة انتقالية. راح تصير يمشي التدريب تقريبا سنة وسنتين و3، يوصل للسنة الرابعة اللي هي فترة الانتخابات الانتقالية ما بين الحكومة، يعني الحكومة الجديدة. راح تصير بلبلة، بعدين وراها يضرب المعسكرات الموجودة بالصحراء، وطبعا راح يسقط آلاف الشهداء. وطبعا راح تستخدم قنابل من نوعية قنابل مادة الC4 السامة، يعني حتى المصوب راح يموت، حتى اللي ينصاب بوجهه أو شيء أو برجله، حتى لو مناطق غير حيوية هم راح يموت. فيا إما يعني تعطي الفلوس، يا إما أنت داز ابنك للموت. الموت يعني لا محالة في هذا الوقت. يعني إذا ولدكم مالتهم التجنيد الإلزامي صار بهذا الوقت، يعني راح يقتل 100%. راح يقتل، يعني 1000% تقريبا راح يقتل ويضرب ويقصف. فهاي حسب القراءات اللي أني هسه اتبعتها وشفتها.